بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف أحييكم وبرفقة الزملاء الفنيين والمشرفين والإداريين من قناة سلام. نحييكم تحية الإسلام الخالدة ونرجو دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختم بها حديثنا معكم دوما كل أسبوع. أيها الأحباب، في الحلقة رقم 213 في برنامج مع اللغة العربية، اليوم سننحو منحا جديدا في إخراجه وفي القضية التي سنتحدث عنها اليوم، أو سنقدم لكم مشهدا من المشاهد التي تشرح وتسر قلوب قوم مؤمنين، وهو المتعلق بتعليم اللغة العربية، خاصة النشء الموجود في المهاجر، تحديدا هنا في أستراليا، مدينة ميلبورن، ولاية فيكتوريا. أنشطوا بحمده تعالى في تدريس اللغة العربية للنشء للأطفال الذين ولدوا في هذه البلاد، وهم من أسر مسلمة من مختلف الجنسيات، بما فيهم إريتريين وغير إريتريين، يعني من أمة الإسلام الكبيرة والعظيمة. هي مدرسة أسبوعية تسمى مدرسة ميديسن أرابيك سكول، مدرسة ميديسن لتعليم اللغة العربية. الطلاب هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة هم يبدأون من سن الروضة إلى الصف السادس والخامس وما فوقه إلى حد ما، ويدرسون عزيزي المشاهد اللغة العربية، تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، من بدء الحروف، أسماء الحروف، نطق الحروف، تعلم التشكيل والحركات، وقراءة الحروف العربية. ويأخذون كذلك برنامج اسمه اقرأ، يساعدهم في قراءة القرآن الكريم من اقرأ 1 إلى اقرأ 6 يعني، ويتدرج فيها القارئ. ثم يأخذون الإسلاميك نوليدج، العلوم الإسلامية، بما فيها التفقه في الدين وكيف ينبغي أن يكون سلوك المسلم بشكل عام. طلابنا هم من الذكور والإناث. وتبدأ اليوم الدراسي كل يوم السبت، تبدأ مع النظام الدراسي للتعليم النظامي في ولاية فيكتوريا. نبدأ بحمده تعالى من الساعة 8 صباحا، يعني المعلمون نحن أيضا من مختلف المشارب والجنسيات ومختلف السحنات واللغات كذلك. ونحن ندخل المدرسة الساعة 8 صباحا، نخرج منها بعد صلاة الظهر، والحمد لله يعني نصلي مع طلابنا ومع طالباتنا. والحمد لله ولاة الأمور يعني يبذلون الجهد، ولكن برضو المسألة تحتاج إلى مزيد من الجهد. عموما عزيزي المشاهد، هكذا تستمر الفترة الدراسية السنوية لأربع دورات. اختتمنا بحمده تعالى الدورة الرابعة، يعني نهاية العام الدراسي هنا في هذه المدينة. والنظام التعليمي في أستراليا بنظام الدورات، كل دورة تستمر شهرين وشيء كذا، وبعد ذلك تؤجز المدارس، وثم تؤجز مدرستنا العربية في منطقة ميديسون في مدينة ميلبورن. اليوم عزيزي المشاهد سنتعب المخرجين الذين معنا في هذه القناة المباركة. سأرسل إليهم 15 مقطع فيديو للأطفال وللمعلمين ولكذلك ولاة الأمور الذين أبدوا ملاحظاتهم. أنا سأحاول إن شاء الله، لأني مدرس لعدد من هؤلاء الطلاب، ربما في الفيديو رقم 1 إن شاء الله أنا لن أدخل في فواصل، الفيديوهات ستترى، ثم سآتي في ختام البرنامج أحييكم للختام إن شاء الله. فربما تشاهدون في الفيديو رقم 1 الطالب
النجيب عبد الله صالح، وهو يعني يقرأ شيئا من القرآن الكريم. ثم تشاهدون في الفيديو رقم 2 أيضا حوار مع الأخ عبد الله، طالبنا عبد الله وآخرون. بعد ذلك، نعم عزيزي المشاهد، قبل ما يدلي بمشاركته الأخ طالب عبد الله صالح هو من النجباء، ستستمعون كذلك للشيخ ربيع إمام مسجد ميديسن، وهو الراعي الأساسي لهذه المدرسة، والراعي الأساسي بمعنى هو الذي أتاح لنا مكانيا، بمعنى المسجد أن يكون فصول أكثر من 6 و7 فصول يعني. لذلك الشيخ ربيع يشرفنا دوما مع كل نهاية عام ليلغي كلمة ثم يوزع الجوائز على الطلبة والطالبات. ستستمعون إلى عدد من طلابي، على سبيل المثال صباح محمد، ومرح عبد الله، وكذلك عبد الله صالح، ومستقيم منان، ومجموعة من الطلبة، وكذلك الطالب نوال هكذا اسمه، وجملة من الزملاء المعلمين كذلك ستشاهدوهم وهم يوزعون الجوائز والشهادات. وستستمعون إلى أحد ولاة الأمور، وهو الدكتور عبد الله الجمعة، مشكورا يشرفنا دائما في نهاية العام، حيث عنده أبناء وبنات معنا في المدرسة، مشكورا. ثم في الأخير عزيزي المشاهد، أجريت مقابلة قصيرة جدا مع الشيخ ربيع جزاه الله خيرا، ليتحدث عن أهمية تعليم اللغة العربية للطلاب في بلاد المهجر. ونعم التسجيل كان مصحوب بأصوات خارجية، ولكن هذه طبيعة الاحتفالات. الطلاب طبعا أخذوا الجوائز والتكريمات والشهادات، ثم وزعت علينا نحن المعلمين شهادات تقدير يعني، وشهادات شكر، وكذلك هدايا متواضعة جدا، وبارك الله فيهم، مشكورين يعني إدارة المدرسة والإدارة. طبعا هم من الزملاء المعلمين كذلك، لهم الشكر الجزيل، والإداريين والمعلمين والمعلمات لهم جزيل الشكر والتقدير. أعزائي المشاهدين، الآن سأترككم مع عدد 15 مقطع فيديو. أسأل الله أن يثيب المخرجين على هذا الجهد الكبير الخير الجزاء، وسأعود بعد ذلك آه، أسلم عليكم للتحية، وعلى أمل اللقاء بكم لأقول في الحلقة المقبلة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام من قناة سلام. اليوم أنا سعيد أن نقدم طلابنا وطالباتنا لهذه القناة المباركة، لأنها قناة دعوية، قناة تعليمية. وجزاكم الله خيرا وإحسانا أيها الأحباب الكرام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
بارك الله فيك. Describe enough my pleasure, my happiness this morning to see these lovely faces, mashallah, and to celebrate all together, mashallah, a great long journey for this year. Now, we farewelling the 2025 Saturday school at Al-Nur Mosque in Madison School, and celebrating all the efforts for our lovely students, their hard work, their studies to learn the Arabic language, the language of the Quran, and to learn as well the ethics, the akhlaq, the morals, and other educations, mashallah, with a beautiful, lovely team of students, of teachers, sisters, brothers, great management, Brother Mus'ab, Brother Hussan, and all the brothers, everyone, the admin. And when I look around me, subhanAllah, I feel, mashallah, this is not only a celebration, this is feel like this day of Eid. And I got jealous now, I need this stuff in the Eid time. So inshallah, we're going to prepare something similar, inshallah, in the coming Ramadan, and for the day of Eid. I love to see everything just smiling and shining like today. To be honest, the event comes every year and we stand here, we repeat the same word, we praise our sisters and mothers and our brothers and fathers and our students. Everyone is contributing. So you are contributing great. You are so keen to make sure that your children learning the language of the Quran, the language of the Jannah, and the language of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because we need to understand our deen, we as well learning to be able to interact as well with others. So languages is so important in our life, and it is the bridges that we reach out to others through. But that is not happening without your sacrifice, your hard work. You're making a financial contribution and sacrifice. You're making effort that when you bring them every Saturday in the morning, then take them in the afternoon, when you are following their duties of learning. Everyone is doing, our team of teachers, sisters and brothers who are giving their time on Saturday. You know, we all know that if they are working 5 days a week, then they come on the 6th day to work in the school here. It's not an easy job. Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala write your reward immensely. But I would like to mention a small story, a beautiful story, but so inspiring for the parents and for the children. In Medina, a long time ago, in Medina of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was someone called Farrukh Abu Abdul Rahman. This man was among the Tabi'een, and he participated in futuhat, in a struggle around the Sahaba and after the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he gathered some money. What he did, he was single, he went and he got married, and he left with his wife the money he saved for wife. It was about 30,000 dinar. It's not cents, it was 30,000 dinar, huge amount. After his marriage, he left it with his wife, and then he left for jihad. He traveled beyond what we call today the area of Iran, beyond the river of Jayhun, they call it, very far. And he was supposed to come back after a while, as a year, because travel of those days used to take long. Anyway, he disappeared for 27 years. In the meantime, when he got married, his wife had a child in her, womb. So she was pregnant and she gave birth for a child. That child was named afterwards Rabi'a. But the man disappeared for long and the wife thought he passed away. She doesn't know. There were no international, communication, no social media. And the time grew.
and his son as well grew in the Medina. So at one night, this man came back. It was in the evening time, and he went to his house after 27 years, and he pushed the door. Then someone came from inside. That was his son, but he doesn't know, Rabia. So Rabia stopped him. He said, "What you doing here, coming into my house in the night?" And the father, Farouk, he said, what you doing inside? This my wife inside. So both of them started fighting. Everyone, blaming the other for, coming into my house, into my privacy. Then the news spread in Medina. Then Imam Malik ibn Anas, and other Sahaba, other Tabi'een, they came to help Rabia, because Rabia was something big at the time. So when they came, then Imam Malik said to the old man, he said, "Look, there's plenty of spaces in Medina. You can find another house to live in." The man said, "Well, this is my house. I'm not going somewhere else. This is my house. My name is Farouk, and this is my house." So in the meantime, the wife have heard his voice, and she came and said, "Yes, this man is my house and my husband, and this is my son. He doesn't know that this child is his son because he left me, I was pregnant." Subhanallah, then it was Isha time. So everyone left for the masjid, and Rabia went to the masjid. Now Rabia, his son, wasn't anyone. Rabia was a great scholar. He grew up in the absence of his father, and he became a great alim. About 40 amana, turban, used to sit in his class, and that's something big. When they put amana, that means these people are so knowledgeable. Said, "My son has become big figure and so important person in the Medina." And after that he went home, and he said to his wife, "I have seen today something amazing. I was so proud, so honored." "What was that?" He said to his wife, "I have seen our son sitting and teaching in the masjid of the Prophet ﷺ, well honored, well respected, everyone listening to him." Then she said to him, in that case, what is more love to you? To have 30,000 dinar, or to see your son into this position? He said to her, "No. To see him in that position is more love to me than 30,000 dinar. She said to him, "Well, just for you to know, I had spent 30,000 dinar on him to become what he is today." So the husband left with her 30,000 dinar. She actually invested in her son to be what he was. Rabia, the son of this man, used to be called Rabi'atul Ra'id. And he was the sheikh of Imam Malik and other tabi'een and ulama and shuyukh of Al-Madinah Al-Munawwara. Even Imam Malik, after Rabia passed away, he said the taste and the goodness of the fiqh have disappeared after the death of Rabia. He was so great scholar. But what we need to put in mind here, my dear brothers, sisters, parents, that the value is not in the money. The value in what you can achieve with the money. So it's not about how much I have money, but how much we can invest in our children to make them great figures, great people. By the way, Rabia his education and learning did not want 30,000 dinar, but himself, he was so generous person. He used to spend on his brothers and school or education peers. So he was known in the Medina with his generosity and kindness. So he used to spend as well for people around him to help them out to learn and to become more knowledgeable. So this is the change that we hope to have in our life, to make it to our children, to make it to our society. Because the money or the means of this world, Allah wanted us to invest it in making better people, better men, better children, better daughters, better sons, to make them someone who are outstanding for tomorrow, to carry on the ummah responsibility. Don't look at them today to see them his little child, she's little girl. Tomorrow she's a mother, tomorrow is a father. Tomorrow he will be inshallah engineer, to be a doctor, to be
probably in political post. Inshallah, we need to grow as ummah because we have done this. We have led the world for 2 centuries. We made the history. If you look in the history speaks in our name. We are a great ummah, coming from different colors, different backgrounds, different countries, but we all one. Inna hadi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. So we all here in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, we all worship in one God. We all have one qibla. We all carry one book, mashallah. The Quran we have heard recited. And inshallah we speak only one language of love, care, unity, respect, honoring, and believe that tomorrow is for us, as today is as well ours, but we work hard today for tomorrow. May Allah subhanahu wa ta'ala write your reward highly, inshallah, in the Jannah, in your book. May Allah, inshallah, preserve your effort that you are doing at home, raising them, caring for them, disciplining them, and may Allah subhanahu wa ta'ala make the barakah in these kids. We know that we don't have everyone around, probably they have left for the holiday or for the end of the year trip. But inshallah ta'ala, definitely we gather again, inshallah, all together at the beginning of the year after a while. So this journey is just it ends to start. Al-Hal al-Murtahi. When we recite the Quran, they call Al-Hal al-Murtahi. We finish the Khatma, then we immediately go to the Fatiha, start a new Khatma, because we never stop. So inshallah, this journey, this effort, and this commitment from all of you, inshallah, I have no doubt, parents, teachers, and we all, inshallah, will not stop it at all. This cycle has to continue because the khayr never stops, and inshallah, we're looking for tomorrow together as we are happy today. May Allah accept from all of you, barakallah feekum. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, preserve you, put barakah in your health, in wealth, in children. And inshallah, we're looking for tomorrow to see these beautiful kids, inshallah, beautiful students, great leaders of tomorrow. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. In the heavens and the earth. What is the meaning of Al-Quddus? Al-Quddus means the pure. Allah is perfect and has no mistakes or flaws. What is the meaning of As-Salam? As-Salam means the source of peace. All safety and peace comes from Allah. What is the meaning of Al-Mu'min? Al-Mu'min means the giver of faith and safety. Allah protects and gives peace to hearts. What is the meaning of Al-Muhaymin? Al-Muhaymin means the protector. Allah watches over everything and takes care of His creation. What is the meaning of Al-Khaliq? Al-Khaliq means the creator. Allah made everything from nothing. What is the meaning of Al-Musawwir? Al-Musawwir means the fashioner. Allah gives every creation its special form and beauty. Mustaqim, can you read 50 names of Allah subhanahu wa ta'ala? أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار والقهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق الباسط الخافق الرافع معز مبذر السميع البصير الهافع اللطيف القدير العليم العليم الغفور الشكور العليم الجبير الحسيب المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الوجيد الواعد الشهيد. بارك الله فيك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو لا
أحسنتم بارك الله فيكم. All day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. All you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin, wa khaliquna, wa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is Yuhibbul Muhsinin, wa khaliquna, wa raziquna, Loudly. wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. He is forgiving others, speaking gently, and choosing mercy when you are swiftly. Wonderful good demonstrate just in goodness. We uplift everyone around us. Our words become healing, our actions become inspiring, our presence becomes a source of confidence. So let us strive to adorn the best by living A play on treating our parents with respect. Let's introduce everyone. On the right side, we have the bad children, and on the left side, we have the good children. They will show us through two scenes how manners towards parents are important. Let's begin with the bad children house. No. Assalamu alaikum, boys. We have guests coming over. Can you please help clean the living room? Why? Why do we always have to do it? We're trying to play a game. Do it yourself. Yeah, we're trying to play clean it yourself. My sons, I ask only for a little help. This house belongs to all of us. Whatever, we're not doing anything. The father becomes sad. His children ignore him and continue playing. بالبدء يعني نشكر الشيخ أبيات وهؤلاء المدرسين والمدرسات الذين يعني يعطون من وقتهم الكثير، ونحن ممتنون لهم على هذه الجهود المقدمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في سجل حسناتهم. Yeah, I would like today just to appreciate what is happening in this school, which is one of the points of review for our children, because we have challenges in this country. As we know that we are raising up children in a different culture, which is not Islamic, and unfortunately we are sending our children as well to the public schools or the mainstream schools, where the values of Islam is not available there. So we build on this school and other schools, such schools which are raising our children on Islamic values. And this is very important. Yes, it's only one day per week, but still it's inspiring our children to grow up as Muslim and to be ready for the challenge that they are facing in these communities. And I hope everyone, inshallah, will make the best. And I think it's value for money. We are investing in this,
So the children should understand that it's a value for money to come to such a good school and to learn, and not only to learn, but to be ready to share these values with their friends, whether they are Muslim or non-Muslim. So thank you again for everyone who is contributing to this school. Assalamu alaikum. Here and to see my son performing here, and he got the Islamic value. Like, although he cannot come here like every day, but with you one day, I think from this one day he has learned a lot, like Islamic Islamic manner, and like calmness is very important for us. And the value you are teaching to our son, our children, is very important. And I am very much grateful to all of you for your dedication, for the affection you have shown to our kids. I think if you continue these services to all the children so that they become a good Muslim, with good manner, good behavior, they can achieve the Islamic taqwa, which is the important part. Maybe they are not learning like within one day is not enough to learn everything, but it is enough to learn the Islamic culture, so they can continue and move forward and pass into the next generation. So I wish everyone a good life with good health, and I am very much grateful and thankful to you. Thank you so much. Bülent Kenar. Bülent. And then we have Ragad El Hussein, who has also gotten the highest academic achievement award. Ragad El Hussein. Is Ragad around? She's not there? I'll take it. You take it now. Then we have Firyal Ahmed. Firyal, is she here? Okay. And then Firas Adam. Firas. The School Values Award. Then we have Ibrahim Al-Hariri, he's not there. Then we have Haris Bilal, who has gotten the highest academic achievement award. We have Rana Ahmed. Rana, well done. Boys, keep the gifts inside. Boys, girls, keep your gifts inside. Just hold them until we finish. Grade 2, Ismail Jabir. Shafan bin Mahsan. Nahya. Nahya. Is Ali Subi here? Yes, Ali. Then we have Zahra Karim, who's also got the School Values Award. And
And just for everyone's information, so we have two types of special awards that the students are being given. One is the highest academic achievement, and that is given to the students who have scored the highest grade in their level. And the other one is the school's values award. Our school has values including the Islamic manners and appearance, excellence, respect, responsibility. So the one who has demonstrated that the best has been nominated by the teachers to receive that award. Jazakumullah khairan. Maryam Ammar. Students, please keep your certificates and everything inside your bags. Do not take them out yet. Rijal al-Hussein. Rijal. Is he here? Rijal is not here? We have Ragad Bushra. Ragad. Mahmoud Adam. And then we have him, Abdullah Saleh, who's gotten both the highest academic and the school values award. Moving to grade 4-5 boys. We start with Munib Nuhu, who has gotten the highest academic award. I see Gavin will be jealous. We have Farhan Ahmed, who's gotten the School Values Award. We have Ali Idris. Ali Idris is here. Yes, of course. تفضل شيخنا. نعم، نحن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني في كل بداية سنة دراسية جديدة يعني نسعد ونفرح ببناء جيل جديد إن شاء الله تعالى من أبنائنا وبناتنا، ونرى من خلالهم المستقبل المشرق لجالياتنا المسلمة وما نرجوه منهم. ومع انتهاء السنة نفرح ونسعد بإنجاز تم تحقيقه وبجيل قد تم بناؤه، وهذا البناء طبعا بناء طويل. نحن في تربية أبنائنا وبناتنا نرى أن تلك صناعة ثقيلة تحتاج إلى وقت وجهد، ولكن إن شاء الله لا شك أنها تثمر، وفي كل يوم تشرق الشمس نرى ثمار وزهور ذلك الإنجاز تتفتح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يجزي عنا يعني من ربوهم وسعوا في إيصالهم إلى هذه المحاضن التربوية، من يسهرون على تعليمهم وتدريسهم، من يضحون لأجلهم. وطبعا الشكر موصول لمن يهتم بهم في هذه المدرسة من الأساتذة الكرام والمدرسات الذين يضحون بوقتهم يعني وقت يوم راحتهم يوم السبت كي يؤمنوا ما يستطيعون من نفع وخير وبركة يوصلون إلى هؤلاء الأبناء. تقبل الله من الجميع. بارك الله فيك شيخ ربيع. أنتم دائما تشرفون نهاية العام الدراسي والافتتاح، وجهدكم مقدر بأن سخرتم هذا المسجد مسجد ميديسن لتعليم اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي وكذلك التفقه في الدين. ما هي أهمية تعليم الأبناء اللغة العربية والاهتمام بها في بلاد المهجر؟ والله اللغة العربية هي لغة القرآن، اللغة العربية هي التي تحدثها نبينا صلى الله عليه وسلم. اللغة هي التي توصلنا إن شاء الله يعني بما فيها
من فائدة ونفع توصلنا إن شاء الله إلى كل لغات الدنيا. يعني هي مفتاح اللغات وهي أساس اللغات. وطبعا هذا المسجد هو مسجد الجالية وهو لهم طبعا، فكل ما فيه إن شاء الله من إمكانيات ومن وسائل تعليمية طبعا هي مسخرة لأبنائنا وبناتنا، وهكذا تكون دائما مراكزنا ومساجدنا إن شاء الله تعالى محاضن للعلم، للنفع، للتربية، للأخلاق، للبناء. ولغتنا العربية نفتخر بها جميعا لأنها كما أسلفنا لغة القرآن، وإن شاء الله لغة أهل الجنة نتعلمها في الدنيا وإن شاء الله تعالى نتكلمها في الجنة بإذن الله تعالى. هي بركة من الله سبحانه وتعالى ارتضاها لكتابه ولكلماته، لذلك نوليها من الاهتمام ما نولي أيضا كتاب الله سبحانه وتعالى، فبها نصل إلى معاني القرآن وديننا الحنيف. بارك الله فيكم شيخ. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. جزاكم الله. يعني الصوت ما حيطلع كثير واضح لأنه ضجيج في الخلفية. أيها الأحباب الكرام، أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الأصوات التي استمعتم إليها. يعني جزءها بعضها لم يكن واضحا والبعض تم تسجيله بشكل جيد، ولكن هذا طبعا هذه كاميرا أنا صورت على هذا الجوال لأنه ما عندناش الكاميرا المحترفة حتى ونحن في هذه البلاد، وبذلت المجهود والله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم خير الجزاء على ذلك. التسجيل مش سهل عزيزي المشاهد، وأنت أحد المعلمين، يعني كان ينبغي أن تجلس مكانك يعني، ولكن هذا جهد المقل. وأحاول دوما أنا في المسائل التي أحاول أن أبثها على هذه القناة المباركة أن أحرص على تسجيلها بنفسي. هي متعبة جدا، ولكن هذا ما ينبغي أن يكون. أعلم أن هنالك خلل فني كبير في حاجات كثيرة، لكن اعذرونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمر الجوانب الفنية الكثير اليسير إن شاء الله. نأمل إن شاء الله في الحلقات المقبلات نكون أكثر احترافا. وأشكر باسمكم جميعا طاقم المعلمين من المعلمين والمعلمات والإدارة وولاة الأمور والطلبة كذلك. يعني مسألة ما حاجة سهلة في هذه البلاد أن تتعلم وتكون 5-6 ساعات بشكل يومي، عفوا بشكل أسبوعي، أن تكون في رحاب المسجد ومنقطع عن حاجات كثيرة. وهذا أفضل مكان يتعبد فيه ويتم تعليم الأطفال فيه ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم إن شاء الله. وأقول لطلابي وطالباتي إجازة سعيدة إن شاء الله، وللزملاء والزميلات المعلمين برضو إجازة سعيدة، وللإدارة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مرة ثانية بعد فترة شهر وشيء كده من الإجازة، وهي من أسعد اللحظات التي أقضيها مع الطلاب بعيدا عن السياسة وبعيدا عن العنت الوطني وهكذا يعني. وشكرا جزيلا لكم أيها الأحباب الكرام. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية الحرة المباركة. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.